مساء الفل. النهارده هنعمل ازاي نخزن الطماطم وازاي نجيبها ونغسلها ونعملها علشان نعملها صلصة عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين، خلاص قرب. احنا في رجب. اللهم بلغنا رمضان. احنا بقى جبنا قبل نورة ربنا يخليها بتاعة الخضار، جابت لنا قفص طماطم وقالت لنا خدوا اعملوه صلصة اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. وجبنا، انا جبت طبق استانلس علشان نحط فيه القوطه الجامده، الطماطم الجامده بنحطها هنا في الطبق عشان نحطها في التلاجة لاي حاجه نعملها، جبنه نعملها بيها، اي حاجه نعملها بيه. وجبنا برضو هنا في طبق فيه شويه ميه اهو بنغسل فيه الطماطم بتاعتنا. انا بقى كل شغلانتي اللي انا اخد الطبق ده افضي الميه اللي مش نظيفه واحط ميه جديده عشان نغسل كل شويه. يعني انا رايح جاي على المطبخ عشان احط ميه واجيب في ميه، علشان طبعا والدتي ما بتقدرش تقف كتير في المطبخ، فانا بعملها لها كده عشان تفضل قاعده وتعملها وهي قاعده. وجايب طبق، جايب حله عشان نحطها على النار، جايب حله المونيا وحاطط فيها الطماطم بتاعتنا بعد ما اتقطعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت اهو، علشان نعملها صلصة ونصلصلها اهو. بصوا هي بتعمل ايه، بتغسل اهو الطماطم والحاجات دي بتيجي في اوقات غريبة. يعني احنا كنت قاعد كنا قاعدين وما بنعملش اي حاجة، لقيناها بترن علينا تحت الجرس وجايبه لنا قفص القوطة، كتر خيرها، وجايبه لنا لحد الباب تحت وقالت لنا انا عندي قفص قوطة حلو، طماطم حلو، خدوه واعملوه صلصة اهو بالمنظر ده. طبعا احنا بقى هنغسل الكمية بتاعتنا ديت وهنقطع الكمية بتاعتنا ديت، وبعد ما نغسلها ونقطعها هنيجي ونشوف هنعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين انا حطيتها اهو على البوتاجاز على النار علشان تهبط معانا وتتسبك. انا هحط الغطا بتاعنا كده اهو، هو مش هيتقفل قوي عشان هي انا ماليها على الاخر الحلة، وهسيبها كده لحد ما الحلة او الطماطم بتاعتنا تهبط، وهوريكم كمان هتستوي ازاي اهو. اهو بصوا الطماطم اللي كانت عالية، بصوا هبطت ازاي. انا هبتدي بقى اقلب فيها من فوق من تحت لفوق كده علشان انزل اللي ما استواش معانا ده، انزله تحت اهو كده بالمنظر ده. طبعا انا حاطط الكمية التانية على النار اهو، ابتدي اقلب كده اهو. اهو بصوا انا قلبتها كويس جدا اهو، بصوا بقت الطماطم عاملة ازاي، بصوا اهي بقت بالمنظر ده. بص الطماطم كلها استوت اهي بعد ما قلبناهم اهي، بص المنظر. في نزلت ميه كتير، ميه كتير صفرة، بصوا الميه لونها اصفر ازاي. انا هحاول اشيلها كده عشان انا مش عايزهم اهو، وابتدي اشيل. لو عندنا القوطة مش حمرا قوي ممكن نحط لها بنجرايه، وهي بتتسلق كده هتلاقي الميه بتاعتها دي لونها احمر ولونها جميل جدا. انا بقى هقعد اشيل الميه دي وخلاص، هشيلها بقى من على النار واسيبها بقى زي ما قلت لكم تبرد عشان نضربها في الخلاط ونصفيها. طبعا بعد ما الطماطم اهو بردت، انا هجيب الهاند بلندر بتاعنا او الشفشق بتاع الخلاط ونضربهم في الخلاط. وجايب هنا حلة حاطط تحتيها فوقيها مصفى عشان اصفي العصير بتاع الطماطم اللي احنا عملناه اهو. ابتدي اضرب كده. انا خلصت مرحلة الضرب بتاع عصير الطماطم. هبتدي بقى انا اصفيها في المصفى بتاعتنا ديت، وبعد ما اصفيها هنرجع ونشوف هنعمل فيها ايه. لو الطماطم بتاعتكم مش حمرا قوي في السليق واحنا بنسلقها على النار، نحط بنجريتين متقشرين ونحطهم، هتخلي العصير بتاع الطماطم بتاعنا احمر جدا ولونه حلو. انا بقى هبتدي اعصر معانا الطماطم ونرجع ونشوف هنعمل فيها ايه.
بصوا انا صفيتها كويس جدا اهو بالمنظر ده. هجيب بقى الاكياس معانا التلاجة علشان نحط المقدار اللي انتوا عايزينه بقى على حسب استخدامكم، واحط كده وابتدي افرزنها في الفريزر كده اهو. ابتدي اعمل كده اهو، واحطه كده في الفريزر على حسب الاستخدام، واطلعه وقت الاستخدام. هو احنا كده عملنا الصلصة بتاعتنا. وبصوا ده اللي طلع من طلع من المصفى، القشر بتاع الطماطم والبذر، علشان بيبقى مش حلو خالص في الطبيخ. واهو انا شلت الصلصه معانا واحطها بقى في الفريزر لحد استخدامنا ولحد رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ومن هنا للفيديو الجاي اقول لكم في رعايه الله، سلام عليكم.